إن شاء الله النهاردة هنعمل 4 أصناف من سلطات منتشرة ومشهورة جدا في المطاعم، قدميها جنب أي مشويات وحلوة جدا للصيف. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. أول نوع هنعمله سلطة روسية، عبارة عن كوباية كبيرة من الزبادي، 4 معالق كبار من المايونيز، عصرة ليمونة كبيرة، معلقة عسل كبيرة، وهبدأ إن أنا أتبلها بالملح، معلقة صغيرة من الثوم البودرة والبصل البودرة والفلفل الأسود. هقلبهم كويس جدا وهبدأ أضيف لهم الخضار المسلوق. عندي كوباية كبيرة من البطاطس والبسلة والجزر، وطبعا الكميات دي حسب ما انت عايزة. بقلبهم كويس وبكده أول نوع خلص معايا. بغطيه بالاسترتش راب وهدخله التلاجة، ويفضل تقدميه بارد. تاني نوع عندي البنجر بالحمص. هجيب البنجر بشويه في الفرن، يفضل ان انت تشويه مش تسلقيه عشان ما تفقديش القيمة الغذائية بتاعته. بقطعه بالشكل ده، بضيف له نص كوباية من الحمص، حزمتين من الشبت والبقدونس، بصلة صغيرة، ظبطي بقى الملح، معلقتين كبار من زيت الزيتون، وعصرة ليمونة كبيرة. وبكده تاني نوع خلاص معايا. هعمل تالت نوع وهو مخلل البطاطس الحارة، معلقة صغيرة من الثوم، معلقة صغيرة من الهريسة الحارة. هبدأ أتبل بالملح، شطة، كمون، كركم، فلفل، بابريكا. هضيف 3 معالق كبار من الزيت وعصرة ليمونة كبيرة. بقلبهم كويس جدا، وهبدأ أضيف لهم 3 بطاطسات مسلوقين، وعندي حزمتين من الشبت والبقدونس. بقلبهم كويس وبكده خلصت معايا. آخر نوع سلطة الحمص. هجيب كوباية كبيرة من الحمص، هبدأ أتبلها بالملح والكمون والشطة والبابريكا. هضيف لها معلقتين كبار من الزيت، عصرة ليمونة كبيرة، معلقة كبيرة من خل التفاح، لو مش موجود يبقى هتضيفي معلقة من الخل. بتبلهم كويس جدا بالشكل ده. هبدأ أضيف لهم فلفل ألوان وأخضر وطماطم، بصلة صغيرة، وعندي شوية من زيت من الزيتون الأسود، وعندي شبت وبقدونس وكزبرة، وهضيف الخيار وهقلبهم كويس مع بعض. وبكده معايا السلطة كده جاهزة. وادي الشكل النهائي. ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصلكوا كل جديد. سهل وبسيط، ما خدش مننا وقت خالص. 4 أنواع طعمهم جميل جدا، جربوهم هيعجبكم، وبالهنا